اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انا جايبه لكم طريقه فراخ تكه حلوه قوي يا جماعه، وطريقه الرز البسمتي المبهر. احنا هنسوي الفراخ لوحدها نص تسويه، وبعد كده هنرجع ان احنا نضيفها على الرز البسمتي في الفرن علشان ياخد من طعم الفراخ، وهيبقى عظمه بجد. هيطلع لك الفراخ اللي انت شايفاها دي، وهيطلع لك الشكل اللي انت شايفاه ده. احلى وجبه واسرع وجبه ممكن تعمليها، مش هتاخد منك وقت خالص. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا ونخش على مقاديرنا ونتوكل على الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. بسم الله خير الاسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يلا بينا نبدا مقاديرنا بقى النهارده للفراخ التكه اللي احنا هنعملها مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل باول مقدار عندنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كوبايه من الزبادي، هنزل بيها هنا كده. تمام. عندي هنا معلقتين من الزيت زي ما احنا شايفين كده. معايا الخل بتاع المشويات، هنزل بمعلقتين برضو عليهم هنا كده بالشكل ده كده. يبقى انا معايا الخل بتاع المشويات اللي هو الخل الاحمر، ومعايا معلقتين من الزيت، ومعايا كوباية من الزبادي، ومعايا في نفس الوقت معلقة كبيرة من العسل الابيض. تمام كده. هنزل كمان عليهم بمعلقة كبيرة، بمعلقة صغيرة قصدي، من البابريكا بالشكل ده كده. هنزل كمان بفلفل اسمر بنفس المعلقة. عندي بصل بودر، توم بودر. يبقى انا كده نزلت ببصل بودر وتوم بودر وبابريكا وفلفل اسمر. لسه ناقص عندنا الملح طبعا، معلقة كبيرة ملح بالشكل ده كده. عندي هنا برضو حبة محترمين كده من السماق، وهمزج كل المكونات بتاعتي دي كده بالشكل ده كده. هبدأ انزل بالفراخ بتاعتي هنا كده. انا عندي هنا فرخة قطعتها 16 قطعة زي ما احنا شايفين كده، وكنت منقعاها والمحلول النقع بتاعنا والكلام ده كله. تمام. هنزل كده بقى بالفراخ بتاعتي. انا مقطعه الورك على 3 ومقطعه الصدر على 3. تمام كده زي ما احنا شايفين كده بالظبط اهو. تبليها تتبيله حلوه زي ما احنا تبلنا كده. ويا ريت التتبيله بتاعتك دي تكوني عاملاها من بدري وتدخليها التلاجة، او تعمليها من قبلها بليله عشان تشرب من التتبيله، عشان تطلع معاكي تتبيله حكايه. تمام كده. هغطيها بستريتش زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وادخلها التلاجة تفضل عندي. تتبليها على بيات عشان تشرب من التتبيلة، او ممكن تتبليها من قبلها بساعتين. تمام. هدخلها التلاجة. انا بعملها الصبح بدري يا جماعة. هطلعها اخر النهار بقى طبعا، يعني هتقعد لها من 6 ل 8 ساعات. انا بعملها دلوقتي حاليا احنا الساعة 8 الصبح. هسيبها مثلا لغاية الساعة 3 4 العصر ان شاء الله رب العالمين، وهطلعها معاكم برضو من التلاجة وهنشوف هنكمل الفيديو بتاعنا ازاي. يلا بقى حبايب قلبي، بعد الفراخ بتاعتنا ما خدت وقتها في التتبيل، هبدأ ان انا انزل بيها في الصينية بتاعتي عشان ان انا اقدر ان انا اسويها، واقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل كده اهو مرة واحدة في الصينية اللي انا هسوي فيها. تمام. وهبدأ ان انا
افرد الفراخ بتاعتي كلها في قلب الصينيه. تمام، ما تخليش حاجه، ما تسيبيش اي حاجه من التتبيله خالص. حاولي ان انت تنزليها كلها في قلب الصينيه. تمام، عشان التتبيله بتاعتنا دي هتشربها كده وهي بتستوي، وتبقى ايه، حاجه عظمه خالص، وهتبقى حلوه بسم الله ما شاء الله، تبقى زي الفل. تمام، هنزل كل الصوص اللي عندي كده بالشكل ده كده اهو. زي ما احنا شايفين كده. حط على الوش بس ورقه زبده، ورق حراري. هدخلها الفرن ساعه الا ربع. تمام، وهطلعها من الفرن. بعد ما اطلعها من الفرن هطلعها وهحطها على وش الرز البسمتي اللي احنا نعمله حالا مع بعض. تمام، اللي احنا نعمله حالا مع بعض. هطلعها هتاخد وش على وش تحمير على وش الرز ان شاء الله. انتظروني ونعمل الرز مع بعض حالا. يلا حبايبي نعمل الرز مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 2.5 كوباية من الرز البسمتي، مغسول ومنقوع بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. هننزل عليه بايه بقى؟ انا ليه هسويه في صينيه؟ انا هسويه في صينيه في الفرن علشان هطلع الفراخ عليه. تمام، كاري على كركم، ده كاري وكركم الاتنين انا ضايفاهم على بعض. تمام، معلقه صغيره وما تكتريش. حبهان مطحون، حابه تحطيه سليم حطيه. تمام كده، حابه تحطي الحبهان سليم حطيه، مفيش اي مشكله. معايا هنا عود من القرفه، ليمون مجفف. تمام اهو، انا حطيت 4 لان الليمون اللي عندي صغير شويه. معايا فلفل اسمر. بهري بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي، مش هتندمي صدقيني، هيبقى الطعم خرافه. مرقه، ادي واحده ودي التانيه. انا مش هحط ملح على الرز عشان ما عنديش شوربه، مش هحط ملح، هحط مرقه دجاج. تمام، ادي كده حطيت 3 مكعبات مرقه دجاج. زعفران، طبعا كلنا عارفين ان الزعفران هو اللي بيجيب لنا اللون اللي ايه، اللي احنا بنحبه، الاصفر الحلو بتاع الرز. تمام، يبقى انا كده حطيت كل المكونات بتاعتي. تمام كده، اعيد المكونات تاني عشان انتوا بس ما تتلخبطوش. 2 ورز بسمتي، رز بسمتي. تمام، ليمون مجفف، قرفه، اللهم صل على النبي، فلفل اسمر، 3 مكعبات من مرق الدجاج، قرفه. تمام، زعفران. لون الزعفران يعني هو مش الزعفران الاصلي، هو لون الزعفران انا جايباه من عند العطار بيتباع كده. تمام، هو بيتباع لون، هو اللي بيعمل اللون الاصفر الحلو. هنزل 3-4 معالق كده من الزيت، ولسه هنضيف زبده. تمام، عندي مكعب محترم كده من الزبده. تمام، هنزل بقى بالميه السخنه بتاعتي هنا. وطبعا كلنا عارفين ان كوبايه الرز بيتحط لها 2 كوباية من الميه. يعني الرز البسمتي معروف ان هو كوبايه الرز بيتحط لها 2 كوباية من الميه. تمام، يبقى انا هنا هحط 5 معالق ميه، 5 كوبايات ميه. تمام، وكده الرز بتاعي يكون خلصان اهو. هدخله بقى الفرن. تمام، جنب الصينيه بتاعه الفراخ. اقلب بس المكونات بتاعتي كده. انا استكفيت ب3 مكعبات مرقه على فكره، والمرقه بتبقى فيها ملح، انا استكفيت بيها، انا ما حطيتش ملح على فكره. تمام، اجيب ورق حراري بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اغطي وادخل الفرن على الرف الوسطاني. ادخلها مع الفراخ. اول ما الفراخ تبدا تخلص وهتبدا ان هي محتاجه وش،
هطلع الاتنين معاكم وهوريكم انا هعمل ايه وادخل الاتنين على بعض ازاي. تمام. يلا يلا يا حلوين وكده، انا خرجت الرز بتاعي اهو. قول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. هو لسه ما خلصش طبعا. هبدا ان انا اقلبه كده اهو. طبعا زي ما احنا شايفين هو لسه فيه ميه اهو. انا عايزاه كده يكون فيه نسبه ميه علشان احط عليه الفراخ. شايفين بقى اما نقلبه كده تقليبه حلوه. طبعا لسه فيه نسبه ميه، الصينيه اتملت اهي ولسه فيه ميه. تمام. لسه بقى ايه، هيعلى معايا ويبقى زي الفل وهيكتر عن كده كمان. لو عملتي حاجه زي كده في عزومات او اي حد يضيف عندك او كده تحفه جدا. كده زي ما احنا شايفين كده. هاتي بقى اي شبكه عندك، اي شبكه موجوده عندك في البيت. تمام. زي ما احنا شايفين كده اهي. انا هقلبها كده بس عشان تمسك في البتاع. الفراخ بتاعتي بقى خرجت من الفرن اهي. هبدا ان انا ايه، ارصصها كده اهو على وش الصينيه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا ان انا ارص كده على وش الصينيه بتاعتي كل قطع الفراخ اللي عندي اهي. الفراخ لسه فيها يعني حته تسويه كده بسيطه، هتستوى مع الرز وهتاخد لون جميل جدا مع الرز. وطبعا بقى اي صوص بقى هينزل منها على الرز ده بيبقى خرافه، بيبقى طعمها حلو جدا. زي ما احنا شايفين كده كل القطع هنطلعها معانا ونرصها جنب بعض كده اهو. اللهم بارك زي الفل. بسم الله ما شاء الله. الطريقه دي جميله جدا يا جماعه. الفراخ بتاعتي تقريبا يعني ايه، هي مستويه، مش انا عايزاها تاخد اللون بقى الجميل والصوص والحاجات دي مع مع التسويه كده بتبقى خرافيه اهي. زي ما احنا شايفين كده. ونفس الغطا اللي احنا كنا مغطيين بيه هنفرده بس كده شويه وهغطيه وادخل الفرن. والرز بتاعي هياخد من ريحه الفراخ وطعم الفراخ وهيبقى حلو جدا يا جماعه. وهو لسه فيه شويه ميه هيتشرب وينشف وهي بتستوى معاه. هيبقى صينيه فراخ بس بالرز البسمتي ملهاش حل. هيطلع من الفرن وهوريهولكم. وبكده يا حبايبي الحلوين تكون الفراخ بتاعتي خرجت من الفرن. اللهم بارك. شايفين اللون بتاعها عظمه بجد، تحفه بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الرز اهو مفلفل جدا. شايفين حلو جدا يا جماعه وملوش حل. والحبايه بتاعته زادت وتحفه جدا واتشرب من الفراخ. وانتوا شايفين اللون بقى طبعا بتاعه وشايفين المكونات بتاعتي اللي انا نزلت بيها وزي الفل. يلا بقى نقدمه مع بعض ونشوف ان احنا هنقدمه ازاي ولا هتعملي ايه. ما تكوني عامله اكل زي ده هتقدميه بالشكل ان هو. يلا بقى نقدمه مع بعض. وكده حبايب قلبي طريقه التقديم بتاعتي النهارده كده، وكل واحد ياخد طبقه وياكل وبالف هنا وعافيه. ده كان الرز بتاعي وعملت جنبه شويه بطاطس، ودي كانت الفراخ بتاعتي وعملت شويه طحينه. شايفين الفراخ بتاعتي مستويه وزي الفل. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي من جوه، تحفه جدا. هي دي فراخ تكه يا جماعه اللي انتوا بتروحوا تاكلوها من بره بنفس التركات وبنفس الصوصات وبنفس كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. شايفين مستويه وزي الفل. تمام. عايزه تقدميها قدميها بالشكل اللي انا عاملاه ده. عايزه ان انت تقدميها بطريقه تانية انت حره، بس انا بقدمها بالشكل ده كده. بالف هنا وعافيه على قلوبكم يا رب. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.